آلاف ومبالغ طائلة. عشان إيش؟ عشان يفلونه يستانسون. لا وبعدين يروح يتنقى ناس ينكتون يضحكون حقين نكت. ليش؟ عشان يفلونها. سبحان الله. ويجي واحد من الشباب يسلم عليه ويسلم عليه دا شريط. بعد ما دا شريط بدأ يتكلم له ينصح يتكلم معه ويضحك معه. قال يا شيخ أنا ما قلت شفت مطوع مثلك. أول مرة شفت مطوع مثلك يضحك. طلعوا كلهم كأنهم ضبان مسوين كذا. لا بس انك قابلت واحد اثنين فحكمت على المجموعة كلها وهذا خطأ. بالعكس مطاوعة الكورة لعيبة كورة تراني محترف أنا طبعا محترف كورة بس اني دفاع مع الاحتياط أنا. هنا فعشان كذا أحبابنا الكرام يعني أنا تراني دائما أحب أخذ لفة على الشباب أشوف إيش عندكم من القصائد المستويات الشهادات. أول شيء خلينا نبدأ بالحبيب. عرفنا باسمك. اسمي عبد الله ناصر المهيدلي. ونعم. الأكزوت. كم لكم هنا أول شيء كلكم؟ البارح والله. البارح جايين هنا. ما شاء الله. جالسين للجمعة يعني؟ إن شاء الله. ولا للسبت الأحد؟ 3 أيام 4 أيام إن شاء الله. على حسب القطة. على حسب القطة. ما عليه. إن شاء الله. والله إن شاء الله. إن شاء الله تصير الإيجارات ببلاش. ويصير الإعاشة ببلاش. صير تستانسون صح. أسلم. عبد الله الشهادة معك ما شاء الله. ثانوية. الله. كم لك مخلصها؟ السنة هذه. توك مخلص. كم عمرك؟ 18 16 ما شاء الله. سقطت سنة يعني؟ لا أبدا؟ أبدا. متأخر سنة؟ مرة. ما شاء الله عليك ما شاء الله. ناوي الجامعة ولا وين ناوي؟ والله بشوف اللي الله يكتبه. يا أخي احنا محتاجين طاقم طبي هنا. إلى الآن الدولة جالسة تدفع مبالغ هائلة من أجل الطاقم الطبي. ليش ما يكون فينا عندنا شباب دكاترة؟ ما في مانع. والله يا أخي أنا لما أروح مرة الوالد الله يعافيه وإياكم قولوا آمين يطول بعمرنا عمر والديكم. رحنا صار عنده مشكلة ودينا مستشفى فالتقيت بدكتور ما أنساه اسمه ماجد العبيد. فالتقيت بالدكتور هذا في مستشفى الجامعي من أفضل الأخلاق هو. واستانست أنا عليه جدا انبسطت. سبحان الله دكتور أخلاق عالية سعودي. ارتحت جدا. خلاص صرت مرة لكن لا صار دكتور من دولة ثانية يعني ما ننقد فيهم لكن احنا محتاجين ان الطاقم يكون من عندنا لانك بترتاح اكثر. كانك يعني هذا كانه اخوك جالس تتكلم مع اخوك ما جالس تتكلم مع شخص ثاني. يعني لا صار من برا بالله يا دكتور تترجاه لا ذا كانك تتكلم تقول يا اخي احرص كانك تقول احرص انت بزيادة. يعني تحس ان القرابة بينك اكثر انت وياه في شيء يدفعك انت وياه لكن لا صار من برا. فعشان كذا نقول لشبابنا ليش وش اللي يمنع؟ نبغى مهندسين نبغى اطباء نبغى كل الوظائف نبغاها تكون من عندنا هنا. ايش اللي يمنعنا يا اخي؟ حتى وش يمنع اني اصير انا الطباخ انا الحلاق انا اللي كل شيء. وش يمنعني يا اخي؟ الصحابه حتى كان فيهم النجار وش غير وش يمنعني اني اصير نجار؟ ما فيها شيء بالعكس. لكن المشكله عندنا احنا اسمح لي يا اخي حتى واحد من الشباب ضاقت عليه الدنيا شوي في عيشه وكذا ومعيشه فجالس اتكلم معه يا اخي ليش ما تشتغل؟ كان يقول لي والله ما اقدر انا مدري كيف اعذار ما عندي حتى سياره ما عندي انا. احنا وش يصير عندنا اليوم؟ والله اسمح لي انا اصير بخضره يا الله. طيب انت تصير تشحذ عطني بالله يا ابوي 10 ريال مو هذا الصحيح؟ يعني عادي تاخذ 10 ريال ولا تبغى تكسب؟ بالعكس ما فيها شيء. خوينا هذا بديت مع الايام اتكلم معه مع الايام بعدين ايش صار يسوي؟ راح شرى له ديدسن 83 مكسره قرابه 6000 مدري 7000 وبعد ما شرى الديدسن راح وحمل الديدسن كامله قرابه ال 500 ريال. طلع من الديدسن قرابه 2000 ريال. ثم بعدين الرجال حس ان الشغله فيها تجاره فتح المحل الاول فتح المحل الثاني فتح المحل الثالث عمر الفله تخيل وعمر له استراحه خاصه فيه وبدا الرجال شغال راح ونوع النشاطات صار حط محلات طيب حط محلات ثانيه. طيب هذا فكر ولا مو فكر؟ بس احنا وش محتاجين؟ احنا محتاجين تفكير صح تخطيط هدف. لان مجرد ان نرسم هدفنا في الحياه
بتعرف انت وش انت عليه. لكنك بتجي انت كذا بس ضاربها على عماها، ما راح يكون لك اي نتيجه ولا لا. شوف الفكر شلون. بس احنا ايش محتاجين؟ محتاجين تحديد افكار طبعا، والموفق الله سبحانه وتعالى معي. احنا محتاجين بس ان كيف نربط هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. لانك اذا خفت الله وبديت تصلي الفجر وبديت تزين امورك في الاستغفار والتسبيح ومخافه الله وحب الانبياء والصحابه واخذ نهجهم وممشى على نهجهم، هذه الطريقه ياتيك الرزق من حيث لا تحتسب. من اصبح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من اصبح والاخره همه، يعني قام وصلى الفجر وقام يذكر الله حتى أشرقت الشمس، من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل الله غناه بين عينيه وأصبح طيب النفس نشيط. ومن أصبح والدنيا همه، قايم عنده موعد الساعة 8 الصبح ولا صلى الفجر إلا يوم قام، فرق الله عليه شمله وأصبح وجعل الله فقره بين عينيه وأصبح خبيث النفس كسلان. والله العظيم إن عندنا في الدوام من يوم أشوف الواحد أعرف إنه صلى الفجر ولا ما صلى الفجر. تدري كيف؟ من وجهه. من يوم يجيك يسوي كذا قفل الأخلاق. لكن راعي صلاة الفجر من يوم يجيك السلام عليكم، أول ما يبدأ ذاك تلقاه يخش السلام عليكم، هذا لا يخش السلام عليكم. ابتسامة ابتسامة ابتسامة، مرتاح. هذا وش يدل عليه؟ دليل صلاة الفجر الدين. ما يشرح الله صدرك إلا بالدين، يضيق صدرك بالبعد عن الله. أنا أجي شباب قبل شوي يقول كم لكم؟ قالوا لنا 7 أيام أو من يوم الأحد احنا هنا. قلت ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أنتم من يوم الأحد أنتم هنا معي إلى الآن ما تحسون بضيقة؟ قالوا لا والله حاسين بضيقة. قلت وش اللي يجيب الضيقة؟ طبعا ما بغيت أطرق الموضوع. تدري وش اللي يجيب الضيقة؟ ها؟ البعد عن الله عامة. أول شيء احنا هنا تروح علينا الأوقات الصلاة ما نصلي، وهذه مصيبة. مو هذا صحيح؟ أهم شيء الصلاة، الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في وفاته ما اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من الصلاة. لما فاق عمر بن الخطاب من طعنة المجوسي، تخيل أغمي عليه ثم أفاق، بعد ما فاق تحسبنا قال لا إله إلا الله؟ لا، أصلى الناس صلوا ثم أغمي عليه مرة ثانية. أصلى الناس ثم فاق مرة ثانية، قال نعم يا أمير المؤمنين، ثم أغفي عليه مرة، ثم قال لعبد الله ضع خدي على التراب لعل الله يرحم عمر. يا الله، شوف الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وما ملكت أيمانكم. أهم شيء الصلاة. بدون صلاة ما تسوى ترى، بدون صلاة أنت صفر على الشمال. لكن مع الصلاة مرتاح، نفسية حلوة، وضعك ممتاز، تعرف تحدد هدفك، تمشي وانت مضبوط. هذا اللي احنا محتاجين. احنا يقولون فيكم شاعر، انا استأثرت بالكلام، انا ودي صراحة اخذ نقاشات مع الشباب اكثر. فيكم شاعر الشيخ، اول شيء نتعرف عليه. وات از يور نيم؟ ممدوح احمد المهيدي. ونعم. ما عليك. ممدوح ايش المؤهل؟ المؤهل يطول العمر الثانوية وموظف حكومي. موظف حكومي. ما كملت دراسة؟ والله ان شاء الله ناوي تكمل. كم العمر؟ تقريبا 23. معك كمل. في ناس بدوا في التعليم اعمارهم ما بدا يكمل دراسه الا بعد ال30، اخذ دكتوراه قرابه ال40. ترى ليس عندنا نسميه تتنيح فكري. الفكر عندنا لا يتنح شوي يقفل، لا خلونا دائما في دراسه، تفكير، اهداف، تحقيق. معي مع اجزاء برضو الخوف الله سبحانه وتعالى. هذا اللي احنا محتاجين. عندك قصيده يقول انك شاعر. اقول لحيت صوت الحمام عصير يا خالي، والرجم سقت القدم يمها وعديته، والضيقة اللي يتغير جملة أحوالي، يا ليتها ما تزور القلب، يا ليته أحيت هشيم الجروح وخبثت بالي، والدمع بأسبابها يا خالة أهليته، مهاضني في غناي مطرز الشالي، طرد الهوى عنه شبح العين لديته، والعاد هي لحية غزالي الغالي، من عقب ما راح عني من تمنيته، مالي جدا من فراقه غير والوالي، وموال حزن من المعلوقة جريته، واللي بشها الهموم وزاد غربالي، يوم بانت حلاوة يوم بانت مرارة ما تحلويته، الصاحب اللي يفداها الحالة
والمالي وفي صحبة أغلى أخواني يوم خويته، يمن ما لد هربي صاحبي مالي ولا تنهل لي على مركاي، ما تنهل لي على مركاي هركيته، والختم ما كل راعي قال رجالي وما كل منه على ممشاي ما شيته، والصاحب اللي يعني الشدات ميالي لرحم بوحي حيانه على ميته. صح لسانك صح لسانك، وغزليه هذه تتهاوش عليها. تعرفنا احنا مطاوعه. نقول لك لا هي الوحيده اللي ما هي بغزليه لكن ينوش. الله يبارك فيك وما فيك حيله، انا اجيزك. الله يوفقنا وياك. طيب هذه اول رحله لكم مع بعض المجموعه؟ لبدنا دول عيال عمي وصحب من موكل. طيب وش الرحلات اللي رحتوها؟ اغلبها صحراويه طويله. وين؟ من حيث ما الله يكتب. يعني ابعد مكان رحتوا للصحراوي؟ ابعد مكان رحنا للصحراوي، رحنا زد القصيم ورحنا ورا يم الشمال. الشمال وين؟ انا يا طويل العمر يم حفر الباطن هناك. طيب سؤال صريح. سؤال صريح. الصلوات في وقتها ولا اضربها شوي مع الجنب؟ بس الصراحه فيها تاكيد والله ان نخرها لكن ما نتركها. ما في ترك. نخرها ما نتركها ابدا، وكلهم حريصين بالشرك. الحمد لله. اي نعم الحمد لله. اهم شيء الصلاه. الحمد لله. اهم شيء الصلاه. الى هنا اعزائنا المشاهدين نصل الى نهايه هذه الحلقه، واهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم.